هذا الرجل مدح الحملة فحظي بأكبر صفعة نزعوا منه دراجته وهي ليست معدلة ولا حتى قطعة، هكذا اشتراها من شركة في سوق الجمعة، فلما لا تحاسبون من يبيعونها دفعة دفعة؟ أولسنا جميعا أبناء 9؟ للقضاء على الدراج المتهور الباحث عن المتعة تم استعمال جهاز لتحديد السرعة، جهاز غير عادل أغلب الظن أنه خدعة لنهب البسطاء ورمي دراجاتهم في أقفر بقعة. تعسف أمني ذكرنا بأيام كورونا والحقن والجرعة. المواطن انتفض أبى أن يخضع ولو بركعة. قرار طائش سيقود البلاد إلى غير رجعة. ولأن الانتخابات دنت واقترب موعد القرعة تم تعليق القرار من أجل تحسين السمعة وليس من أجل مواطن مقهور نزلت من عينه دمعة. فلا مكان اليوم لمغرب يسير بسرعتين. إن عبارة لا مكان لمغرب يسير بسرعتين ليس المراد بها أن تسير الدراجات النارية بسرعة موحدة لا تتجاوز 57 كيلومترا في الساعة، وإنما المراد أن يكون هناك جهاز يراقب سرعة سير المشاريع في المداشر والقرى النائية والمدن المهمشة حتى تواكب المشاريع المستجدة بالمدن الكبرى، أن يتوفر جهاز فحص وتصوير مقطعي فعال وسرة وأمصال في كل المستشفيات العمومية، وأن يتقلص مستوى الغلاء بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، أن يكون هناك جهاز مراقبة يكشف ويفضح الفاسدين الذين ينهبون المال العام دون أن يتعرضوا للمحاسبة والعقاب. ويليام شكسبير مغربي وليس إنجليزي، واسمه الحقيقي ليس شكسبير وإنما السلكبير. ويليام شكسبير وكان اسمه السلكبير. كانت سميتو الحقيقيه السلكبير. سميتو السلكبير، والدليل على أن الأبحاث لا زالت الآن جارية في الجامعات في هارفارد وأكسفورد، لأنهم مازال ما عرفوش شكون هو، وفي الواقع هو مغربي أصيل. يا إلهي، لقد تفشى فيروس هوكستان في المغرب وأصبح لدينا كائنات من العالم الآخر تتفوه بالحماقات وتنسب كل شيء جميل إلى بلدها. حسنا، سأساعدك أيها الكرغولي الهجين في السطو على هذا الإليزابيثي والذي يعد أعظم خالق شخصيات على الإطلاق. إن الاسم الحقيقي لشكسبير هو السلكبير، أما الشق الثاني من اسمه ويليام فقد كان شكسبير أو بالأحرى السلكبير في أحد الأيام يصغي لأغنية ناس الغيوان ويردد وليام اليام، ومنذ ذلك الحين أصبح اسمه وليام ليتعرض للتحريف لاحقا بفعل زحزحة الأحرف وتكتونية الألسن فيتحول وليام إلى ويليام. حين كان الأديب المغربي ويليام الكبير عاطلا عن العمل كمعظم الشباب المغاربة حاليا، ألف مسرحية عطيل التي منح دور البطولة فيها لقائد جيش البندقية المغربي عطلة أو عطيل زوج دزدمونة. إنهم أبناء القاف باردو الأكتاف، أقل شرفا من بائعة هوى ذات الأرداف، لا فرق بينهم وبين حيوانات تأكل الأعلاف، أنجبهم آباؤهم دون بسملة ودون أخلاق أو أعراف، لا ندري إن كانوا بشرا أو ضباعا أو أجياف، يحملون سكينا ساطورا أو شفرة أو خطاف، هذه صفات اللص النشال الخطاف، لتمار الأبرياء نزاع وقطاف يتهجم على العزل وكأنه الساموراي السياف، في حين أنه أكبر جبان خواف بلا سكين يرتعش يصيبه بتفتاف. كم يفزعهم هذا الهتاف. فلننتزع هذه الكائنات عن مجتمعنا كما ينتزع الشوك بالنتاف. إنهم الأحق بعقوبة الشهم الزفزاف، بل 20 سنة لهؤلاء تأديب غير كاف، أعمال شاقة أو أن يصلب من خلاف، رصاصة في الرأس إذا حدث بينهم وبين شرطي خلاف. التأهيل لن يغير لب الكتاب، بل لن يغير حتى الغلاف.
اللصوصية في دمائهم مثل ما في النباتات الألياف، يفتقرون إلى مروءة وشهامة أبناء الأرياف وإلى نبل الصعاليك قطاع الفياف. قد باتت السجون فنادق صالحة للاصطياف، يدخلون ويخرجون غدا وكأنهم ضياف. هذا البحر لا يوجد في مدينة سلا، بل سلا هي من توجد في البحر. قليل من مياه البحر وحشود هائلة من البشر الذين حجوا جميعا إلى الشاطئ بعد أن حولهم الحر إلى بطاطس مقلية. ما بين إنسان وإنسان آخر ستجد 10 أشخاص وباراسولين. إذا ابتعد عنك ولدك بمترين فقط فكن على يقين أنك لن تجده، سيضيع منك نهائيا وستفتش عنه بالريق الناشف ولن تعثر عليها. إذا تبول نصف أطفال هؤلاء الناس في البحر سيتحول لونه إلى لون ذهبي أصفر فاقع حمضي، ولن يتبقى سوى 2% من ماء البحر النقي. من السلوكيات التي داب بعض المغاربة على القيام بها في هكذا أجواء صيفية حارقة إحضار دلاحة كبيرة أو دجاج محمر أو طون أو رفيساء لتناولها على الشاطئ، لوهلة ستعتقد أنك في سوق أسبوعي شعبي، لا سيما بعد أن تشاهد عشرات الخيام والمظلات وبائع الإسفنج والقهوة والشاي يتجول بين المصطافين. كل هذه التصرفات العفوية الخالية من البرستيج ليست عيبا أو هرجاوية شريطة أن ينظف كل شخص مكانه، وألا يتبول خلسة في البحر أثناء السباحة، وألا يرمي علبة الطون والقشور واللب الأخضر الدلاحي في أعماق البحر أو على جنبات الشاطئ.